دايما الإنسان العزيز على الله بيدخله في صحوة روحانية. معقول؟ طبعا. كلنا مخلوقين من روح الله. ربنا بينقي الإنسان، خلقه وعارف إنه عجول وجهول ومتسرع وظالم لنفسه. صحوة يعني بيفوقه، غفلان، شايف نفسه حبتين. روحانية يعني بينقي روحه، بيرجعه لمنبته ومنبعه الطيب، بيرجعه للفطرة الداخلية. لأن الحاجات دي بتيجي مع مغريات الدنيا، تغير بعض الشيء ظاهريا ولكن داخليا كويس. بمعنى إن الإنسان غرور، يحب المال، يحب الأولاد، يحب الزوجة الحلوة، يحب الدنيا، يحب السلطة، يحب التعليم العالي. فطبيعة الحال لما ربنا يجي ينزع من الإنسان كل ما يملك، مش معنى ذلك إن ده كره من الله للإنسان أو بيعاقبه، لا، بل بالعكس، ده بيحبه بيقرب منه. لأن الإنسان لو تناه مغرور في الدنيا يقلق ويخاف. الإنسان لو تناه بصحته يخاف. الإنسان لو تناه بماله وبسطوته يخاف. لأن يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل حاجة بإيده. كأن من رؤساء الدول ونحن نعلم ذلك بالتلاتين سنة قعدوا في السلطة، وبعد ذلك طب ده ايه الدرس المستفاد منه؟ ان مفيش حاجة عزيزة على الله. الإنسان مهما يعلى يعرف ان أوله وآخره التراب. تمام. طيب، الخلاصة ان الإنسان بيبتلى في كل حاجة، عن طريق ابتلاءه وأخذ الحاجة منه بيرجعه إنسان جديد، إنسان نظيف، إنسان حقيقي، بيوعيه، بيفتح عينه، بينقي روحه، يكتب له عمر جديد، بيكتب له حياة كلها حب وطهارة. الإنسان ابتلى بالخوف والجوع ونقص في الأنفس والأموال والثمرات. ها، مين مر بالابتلاء وخد الخمس جوانب؟ أول حاجة الإنسان بيخاف، ده حقيقة. ليه؟ خايف على ماله، خايف على أولاده، خايف على سلطته،